السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك من فضلك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناة. على بركة الله نبدأ الفيديو. الفيديو فيه 5 مقاطع وعايزكم تتفرجوا عليهم، بس منهم مقطعين 2 لفيديوهين 2 شورتس، يعني فيديوهين قصيرين انا نشرتهم من سنة. وكان واحد من الاولاني منهم كان خاص بمرتضى بيقصف جبهة رضا عبد العال، والتاني رضا عبد العال بيعترف عن نفسه ان هو اكبر هجاص في مصر. ثم هنشوف بقية الفيديو 3 مقاطع الاخرانيين. واللي برجوه من حضرتك عايزك تتفرج على الفيديو للاخر، ويا ريت تشيره لاصدقائك. وفي اخر الفيديو في رد الاعلامي محمد شبانة. بصراحة الفيديو كله يعني فيديو فضيحة يعني انا عايزكم تسمعوا الفيديو علشان انا ما احرقهوش. نشوف الفيديو الاول لقصف جبهة رضا عبد العال. يا جماعة خلي بالكم من حاجة، يعني اللي مش فاهم يسكت. يعني تعالوا نشوف رضا عبد العال كده قبل الماتش، ومش هنذكر في انهي برنامج عشان زميل محترم، ولكن هو مش مسؤول عن كلام رضا. رضا قال لك تشكيل النادي الاهلي قدام كايزر. علي معلول بره التشكيل، يقول له علي معلول، يقول له بره التشكيل، علي معلول يقول له بره التشكيل. طب علي معلول لعب 90 دقيقة وكان الناحية الشمال في النادي الاهلي هي محور او هي المفاتيح بتاعت كل اللي حصل امبارح وال3 اهداف. يا كابتن خالد، ما ينفعش الصغير يقيم الكبير، ما ينفعش اللي مش فاهم يحكم على اللي فاهم، ما ينفعش اللي مالوش. انت يا كابتن خالد بتظهر نفسك قدام الناس، يعني يا كابتن رضا بتظهر نفسك، انت ما عندكش فكره. بلاش تقيم الكبير. انت يعني ما ينفعش واحد في تانية ابتدائي يقيم واحد دكتور، ما ينفعش يا تاني يا كابتن رضا. ونشوف دلوقتي رضا عبد العال وهو بيعترف عن نفسه انه اكبر هجاص في مصر. عندكش خبرات في الدوري يا عم الممتاز؟ خبرات ايه لاجل النبي بقى، سيبك كله عمال يهجص ويضحك عليه. انا من ضمنهم اول واحد هجاص. كده بقول لكم انا احسن مدرب في مصر. شوف بقى القرنونه والغرور، احسن مدرب في مصر. ليه يعني؟ زي ما بقول لك جوارديولا؟ كده. طبعا جوارديولا. وبعدين نشوف دلوقتي الاعلام الذكر طارق مرتضى وبيقصف جبهة خالد الغندور وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال ومصطفى يونس. يعني خالد الغندور انت لعيب محلي، انت ما مثلتش دولي خالص، انت ما احترفتش، انت ما خرجتش، ما تعرفش يعني ايه بطوله عالميه زي دي. حتى جيلك ما راحش كاس عالم، او لما راح في 90 انت كنت لسه في الناشئين او لسه ما اتولدتش. يا كابتن خالد، اسمها مع كامل الاحترام لنادي الزمالك طبعا مالناش علاقه، مع كامل الاحترام لقناه نادي الزمالك، اسمها قناه نادي الزمالك. مالك ومال الاهلي؟ مالك لما انت كل شويه عمال الاهلي الاهلي الاهلي؟ يا سيدي ما تتكلم في قناه ناطقه باسم الزمالك. شوف احوال فرقك وشوف احوال الانشطه الرياضيه داخل النادي ومشاكل النادي. والزمالك مش نادي كبير، الزمالك احد قطبي الكره المصريه، ولكن الاهلي مين؟ الاهلي هو الكبير، الاهلي هو اللي راح كاس العالم اللي انت ما شفتوش في حياتك، بتشوفه في التلفزيون بس، وتطلع تعلق وتقول وتأجج الدنيا. لابد من موقف مع مثل هذا الاعلامي، او ما فيش اعلام ملوش مسمى، بس لابد من موقف. انت عايز تكبت فرحه الجماهير. الاهلي هو 90% او 80% من الجماهير المصريه. اخونا بقى رضا عبد العال او الكابتن رضا عبد العال، لانه شبراوي زي حالاتي، يعني ادعوك ارجع تاني افتح محل احذيه. انت كنت فاتح محل احذيه قبل كده، ارجع افتح محل احذيه. الاعلام مش بتاعك، التحليل مش بتاعك، خليك في الحته بتاعتك. بعدين خلي بالك، اوعى تنسى ان انت مدير فني مطرود من نادي درجه تانية، مع احترامنا الكامل لطنطا. هي دي الحقيقه. ننبذ التعصب ازاي والمثل هذه الرموز موجوده؟ مصطفى يونس كابتن منتخب مصر، كابتن النادي الاهلي، شئنا ام ابينا، شاء ام ابى الكثير والجميع، شال شرط النادي الاهلي سنين طويله على محمود الخطيب. بالمناسبه كان كابتن النادي الاهلي على محمود الخطيب،
وكان كابتن منتخب مصر على الكابتن محمود الخطيب برضه. كابتن جمال عبد الحميد كابتن نادي الزمالك برضه شاء الجميع او ابى، وكان برضه كابتن منتخب مصر وشارة الكابتن على ايده. من العيب والعار ان هذه الرموز الكبيره قوي تلاقيهم قاعدين كومبارس، واعني كلمه كومبارس، لا حد بيتكلم على البرامج المفروض يحاسب هذا الحد في الكلام اللي يقوله، لكن مش دورنا او مش موضوعنا، ولكن قاعدين 6 ساعات يهزوا راسهم بس وكأن حاطط ديكور او حاطط حاجه فازه جنبه او حاطط حاجه جنبه كابتن جمال عبد الحميد، كابتن مصطفى يوسف. ودلوقتي نتفرج على او نسمع مع بعض مرتضى منصور بيعترف بشعبيه النادي الاهلي الكبيره داخل مصر. وده السبب يا جماعه انه جمهور نادي الزمالك النادي المحترم بقى هو السبب في كل ده. ليه السبب؟ بيعملوا استفتاء، الرابطه بتعمل استفتاء احسن لاعب 70 مليون يخش على اللاعب بتاع الاهلي، ما حدش يخش على لاعب الزمالك. هم بياخدوا مقياس للشعبيه، لا انا شعبيتي في مصر والعالم العربي بتفوق شعبيه النادي الاهلي. تمام؟ اللي يعني لو الاهلي مثلا زاد هنا عندي 5%، هناك انا في الدول العربيه زاد 90%. ومع ذلك لما بيتعمل استفتاء النتيجه بتطلع 70، اللي هم بتوع اللجنه بقى 70,000 هنا رايحين للاعب الاهلي مثلا، وليكن كريم مع احترامنا ليه او قفشه والناس دي كلها. وفي نفس الوقت احسن لاعب في مصر اللي هو زيزو ما فيش حد من الزمالك بيصوت له. يعني انتوا المسؤولين، انتوا المسؤولين في كل حاجه بتحصل لنا دلوقتي. ما تخش على الموقع بتاع الرابطه وتطلع اللاعب بتاعك مش اونطه. ما هو فعلا ده احسن، واخد احسن لاعب في مصر في استفتاء اوسكار اللي لسه. ودلوقتي نسمع الاعلامي الذكر الكبير محمد شبانه وبيقصف جبهه مرتضى منصور وكل الزملكاويه والحاقدين على النادي الاهلي. الاهلي مش هيشارك في كاس العالم للانديه بالمغرب. ايه رايكم لو قلنا الخبر ده؟ الحقيقه انا مندهش، يعني مندهش من وجود انقسام حوالين مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، وفي ناس متضايقه جدا. يعني احنا لما بنقعد نقول ان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه وان البطولات بتحبه وكاس العالم بيحبه، طب نعمل ايه؟ بنهزر يعني. لكن لما الاقي فعلا ناس في تعليقات او في حاجات على السوشيال متضايقه جدا انه الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، فانا راجل مندهش. بدرجه في ناس بتدافع عن موقف الرجاء جدا، وفي ناس تانية بتقول لك طب ليه ما يشاركش وصيف اسيا؟ انا مش هتكلم بلسان ان الاهلي نادي مصري وانه بيمثل مصر، لان هلاقي ناس كتير بقت طالعه الايام دي او بقى لنا فتره كده تقول لك ايه، لا 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 بيمثل نفسه، ما بيمثلش مصر، لا 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 لا. هلاقي ناس كده للاسف منهم لله اللي وصلوا الناس للمراحل دي من التعصب لهذه الدرجه. النادي الاهلي في الاخر نادي مصري، واذا حقق انجاز بيتقال النادي الاهلي المصري كده يعني. بعد ما خرجت قصه نادي الرجاء والراجل رئيس النادي، الراجل المحترم رئيس النادي، وراجل انا مش متضايق منه لانه هو ايه يعني شايف ان ليه حق عايز ياخده او عايز يخش في الزيطه بتاعه المغرب، ومحقق انجاز كبير جدا في كاس العالم وكلنا في ظهر المغرب. ومش هقول يا جماعه ده احنا في ظهر المغرب، ازاي المغاربه او بتوع الرجاء يعملوا معانا كده؟ ده اهو دي الخطابات اللي عملها رئيس الرجاء وبعتها للاتحاد الدولي قدامنا اهو. وانا مش متضايق ومش هقرا هو ليه وجهه نظر هنحترمها الحقيقه يعني. وهسال الجماهير المغربيه بعد ما اخلص الجزء ده سؤال، هسال الجماهير المغربيه سؤال بعد ما اخلص الجزء ده. انما انا عايز اقول ايه، احنا ما نتضايقش بقى ان الراجل بتاع الرجاء بيعمل كده، لان ده حقه، هو بيشوف ان ليه حق بيحاول ياخده، حتى لو مع انه في لائحه. وانا جايب لكم ترجمه اللائحه، البند اللي كان موجود في السوبر اللي فات ده على طول، او كاس العالم للانديه اللي فاتت دي على طول، عندنا الترجمه بتاعتها يا جماعه، هتحطها لي كده على الشاشه، لانه الكلام فيها واضح جدا ومش حد امثله سابقه
واقول انه قبل كده في 2007 و2006 والنادي الفلاني والنادي الترتاني، ولما حصل في اسيا ايه، ولما حصل في كذا ايه، وبتاع اليابان لما نظم واصفهان شارك. مش عامل زي بقيه الناس ما بتعمل. ده مدير البطولات اللي هو اسمه مانولو زوبيريا، واتحسمت المساله، والفيفا مش بيهزر. يعني الفيفا لا بتاع يخبي جوابات، ولا بتاع عنده حسابات، ولا اصل النادي الفلاني يزعل، ولا النادي العلاني يزعل، ولا المسؤول ده هيطلع يتكلم، ولا المسؤول ده يطلع يتكلم. ما عندوش الفيفا الكلام ده، المساله محسومه. انا اللي مندهش له مش من موقف الرجاء ولا من موقف رئيس الرجاء، انا مندهش من موقف بعض الناس هنا اللي طلعت تتكلم وتقول انه طبعا ده الاهلي اعلن رسمي على الصفحه بتاعته ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه، وانه تلقى خطاب رسمي للمره الثامنه في تاريخه هيشارك في هذه البطوله. فانا مندهش، هل وصلنا كده؟ طب انا هطلع اقول الاهلي اقصائه من كاس العالم للانديه، هنشوف طبل وزمر من البعض. ده كلام من الحقيقه انا بشوفه لا يليق، فعلا لا يليق. اللي عايز يشارك يجتهد ويعرق. الاهلي اجتهد وعرق ووصل فاينل دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي، كسب مرتين وخسر مره، ووصل فاينل 5 مرات من 6 مشاركات. في اخر 6 مشاركات وصل فاينل 5 مرات، خسر 3 وكسب 2. فاذا النادي الاهلي عامل مجهود ضخم جدا كنادي كمؤسسه. وعلى فكره اي حد عايز يشترك وعايز يبقى عليه العين وعايز يكسب وعايز يكسر الدنيا بالملعب ويخش يشترك. فهل الناس تحب تقول كده اقصاء النادي الاهلي من كاس العالم للانديه؟ واخيرا حضرتك اذا ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا ورجاء عمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.